أنا الملك فاروق الأول، فاروق بن فؤاد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن محمد علي باشا، مؤسس الأسرة العلوية. كنت الحاكم العاشر من أسرة محمد علي. كان لقبي ملك مصر وصاحب السودان وكردفان ودارفور، وليس ملك مصر والسودان. كنت الابن الأكبر للملك فؤاد الأول والملكة ناضلي، ولي 4 شقيقات: الأميرة فوزية والأميرة فايزة والأميرة فائقة والأميرة فتحية. وكان لي إخوة غير أشقاء من زوجة والدي الأميرة شويكار، والتي طلقها الملك فؤاد عام 1898، وهم الأمير إسماعيل والذي توفي في عام 1897 والأميرة فوقية. اهتم والدي الملك فؤاد بتربيتي بطريقة مبالغ فيها وشديدة الحرص، لدرجة جعل معها دائرة المتعاملين معي ضيقة للغاية، وتقتصر على أمي وأخواتي الأميرات، بالإضافة لمربية الإنجليزية ميس أينا تايلر، والتي كانت تتمتع بقدر عال من الصرامة والتسلط، الذي جعلها في كثير من الأحيان ترفض تدخل الملكة ناضلي والدتي في أسلوب تربيتي. لم يكن لي أي أصدقاء، ولم أحظى برفقة خارج القصر من أبناء الأميرات والباشوات. توفي الملك فؤاد الأول، وذلك في 28 من أبريل سنة 1936، وقد كانت حفلات توليتي عيداً ومهرجاناً متواصلاً لم ترى البلاد مثيلاً له من قبل. وفي يناير سنة 1938 تزوجت من الملكة صافيناز ذو الفقار، وأطلقت عليها لقب الملكة فريدة. وبتلك المناسبة منحني هتلر زعيم ألمانيا سيارة مرسيدس. وفي عام 1946 أنشأت الكلية البحرية ومجلس الدولة ومصلحة الشهر العقاري، كما أنشأت مجلساً لمكافحة الفقر والجهل والمرض. وفي نفس العام ظهرت فضائح والدة الملكة ناضلي مع أحمد حسنين باشا، الذي تزوجته عرفياً، وزاد انحرافها، فاتجهت إلى أماكن الرقص والملاهي الليلية حتى وافقت على زواجها. وبعد كده دخلت في مشاكل عائلية مع الملكة فريدة بسبب خلافات كبيرة بيننا، كما أنها لم تمنحني وريثاً للعرش. وبدأت الذهاب إلى أماكن لعب القمار وكلوب محمد علي، ومنحت المرافقين لي في تلك الأماكن الألقاب والشركات، واهتزت صورتي في الشارع المصري الذي بدأ يراني في تلك الأماكن. وبسبب انشغالي ساءت الأحوال الاقتصادية، وزادت معدلات الفقر، وبدأت تخرج المظاهرات إلى الشوارع، فأدركت أن أيامي في الحكم أصبحت معدودة. في عام 1948 أنشأت مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية، كما بدأت مشروع الإصلاح الزراعي بتوزيع الأراضي على الفلاحين في قرية كفر سعد في دمياط، حيث أعطيت كل أسرة، والتي بلغ عددها 600 أسرة، 5 أفدنة. وكما أصدرت القانون المدني المصري. وفي يوم 17 من نوفمبر سنة 1948 وقع الطلاق بيني وبين الملكة فريدة، وقامت المظاهرات في الشوارع احتجاجاً على طلاقي لها، لأن الشعب كان يحبها. وفي عام 1950 أنشأت مصلحة للنقود والعملة، وأنشأت جامعة إبراهيم باشا عين شمس حالياً، وبدأت برنامجاً لتطوير الجيش المصري. أما في عام 1951 أصدرت قرار مجانية التعليم قبل الجامعي، وأنشأت المصانع الحربية التي افتتحت عام 1953، وتم إجراء التجارب الأولى لدخول التلفاز. كما أسست مجمع التحرير، والذي تكلف حوالي 1,200,000 جنيه. وكما أنتج أول طائرة تدريب مصرية بمحركات توربينية. وفي 6 من مايو عام 1951 تزوجت من الملكة ناريمان صادق، وأنجبت الملكة لي وريث العرش أحمد فؤاد.
إلا أن هذا الوريث لم يسعد بكرسي العرش. ففي يوم 23 يوليو سنة 1952 قام مجموعة من الضباط الأحرار بمحاصرة مبنى التلفاز والمؤسسات الهامة في الدولة، وتم محاصرة قصر رأس التين بالدبابات، وكنت أقيم هناك في ذلك الوقت. وكان مطلبهم في البداية إقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة بقيادة علي ماهر، فوافقت. ولكن في يوم 26 يوليو سنة 1952 طلب مني الضباط الأحرار التوقيع على وثيقة التنازل عن العرش لابن أحمد فؤاد. وبعد أقل من سنة قام الضباط الأحرار بإلغاء النظام الملكي، وعزلوا الملك أحمد فؤاد الثاني وأعلنوا الجمهورية، لتنتهي بذلك حقبة الأسرة العلوية. ودخلت في حالة اكتئاب شديدة، وتناولت كميات كبيرة من الطعام أدت إلى زيادة وزني. وعدت مرة أخرى للعب القمار، وكنت أتلقى مساعدات مالية من الملك عبد العزيز آل سعود. ويوم 18 مارس سنة 1965 طلبت كمية كبيرة من المحار، ثم شربت عصير الجوافة الذي وضع فيه إبراهيم البغدادي سماً، فتوفيت عن عمر 45 عاماً فقط، بعدما حكمت مصر 16 عاماً. ولكن تلك الرواية كذبها إبراهيم البغدادي، وقال إني كنت مريض قلب، وإني توفيت نتيجة لتناول كميات كبيرة من الطعام. كما أن شعبية الرئيس جمال عبد الناصر في ذلك الوقت كانت كبيرة جدا في الوطن العربي، ولم يكن في حاجة إلى التخلص مني. كما رفض أبنائي تشريح جثماني، وطلبوا من السلطات المصرية دفني بجوار جدي محمد علي باشا في مسجد الرفاعي، لتكون ولادتي في مصر ودفن جثماني على أراضيها.